السلام عليكم. في الحلقة اللي فاتت شفنا ترانزستور وقلنا إنه في النهاية مجرد مفتاح صغير جدا، يا يفتح يا يقفل. لكن هنا بيظهر سؤال مهم جدا: لو الترانزستور مجرد مفتاح، إزاي ملايين من الترانزستورز دي بتتحول لكمبيوتر؟ إزاي مجرد فتح وقفل بس يتحول لحسابات وقرارات؟ السر بقى هنا في ترتيب المفاتيح. تخيل معايا لمبة، واللمبة دي متوصلة بمفتاحين، لكن بطريقة معينة اللمبة دي مش هتنور إلا لما المفتاحين الاتنين يتفتحوا. لو واحد بس اتفتح اللمبة تفضل مطفية. الفكرة دي بسيطة جدا، لكن في عالم الكمبيوتر لها اسم مهم، اسمها بوابة AND. بوابة AND بتقول حاجة واحدة بس: لازم الحاجتين يحصلوا مع بعض. يعني لو عندنا واحد وواحد النتيجة بتساوي واحد، لكن لو عندنا واحد وصفر النتيجة صفر. طب لو صفر وصفر بقى النتيجة صفر برضه. اللمبة مش هتنور إلا لما الاتنين يبقوا شغالين. دلوقتي بقى هنغير التوصيل، خلينا نغير ترتيب المفاتيح. نفس اللمبة، نفس المفتاحين، لكن المرة دي اللمبة هتنور لو أي مفتاح اتفتح، ممكن واحد أو الاتنين. الفكرة دي اسمها بوابة أور. في بوابة تانية فكرتها أبسط شوية: لو المفتاح مفتوح اللمبة تطفي، ولو المفتاح مقفول اللمبة تنور، كأن النتيجة عكس المدخل. ودي كده اسمها بوابة نوت. لاحظ حاجة: احنا لسه ما عملناش كمبيوتر، احنا بس رتبنا المفاتيح، لكن ترتيب المفاتيح ده بدأ يعمل قواعد، والقواعد دي اسمها المنطق الرقمي أو البوابات المنطقية. البروسيسور اللي في جهازك مبني بالكامل من بوابات منطقية، والبوابات دي مبنية على ترانزستورز، والترانزستورز دي هي مجرد مفاتيح. يعني في النهاية كل برنامج وكل الألعاب وكل التطبيقات مبنية على مفاتيح بتفتح وتقفل. لكن لسه في خطوة أهم: لو جمعنا البوابات المنطقية دي مع بعض نقدر نعمل حاجة مدهشة جدا. نقدر نخلي الكمبيوتر يجمع أرقام، ومن هنا تبدأ أول آلة حاسبة جوه الكمبيوتر. وده بالظبط اللي هنشوفه مع بعض الحلقة الجاية. خليك معايا وما تنساش تعمل سبسكرايب.